في ناس بتسأل على سمكري السيارات. أنا بقول لكم أي حاجة تخص السيارات ناجحة جدا في البرازيل، سواء ميكانيكا، كهرباء، سمكري، أيا كان نوع الحاجة تخص السيارات فهي ناجحة، ولكن تحتاج اللي انت يكون معاك مصاريف 6 اشهر 7 اشهر لحد ما تتعلم اللغة، وتروح تشوف ورشة كبيرة عندها زبائن كتير يشوفوا شغلك يشغلوه، تشتغل معاهم لحد ما ربنا يكرمك وتفتح المصلحة بتاعتك. لأن البرازيل لو اعتمدت على الراتب فأنت كده بتضيع وقتك وعمرك على الفاضي. فالبرازيل للناس اللي هي بيزنس وتجارة أو أعمال حرة أو صناعات حرة، تمام. وكل حاجة هنا في البرازيل بتكون لازم كورسات. يعني في سؤال جالي امبارح عن المهندسين، فانت هتحتاج ان انت تعدل كمان شهادتك هنا في البرازيل، وبعد ما تعدل شهادتك لازم تكون بتتكلم برتغالي قراية وكتابة وتحدث. فالموضوع ده هياخد منك سنين لحد ما تعمله، تمام. فالبرازيل للناس اللي هتفتح تجارة أو أعمال حرة، وربنا يرزق الجميع، ربنا يصلح حال الجميع. سلام. اكتبوا في التعليقات ونتكلم في موضوع جديد. سلام.